فيديو النهاردة هنبتدي نشرح ازاي نغير شكل الكولر عشان تكون مظبوطة اكتر على الجسم. بالنسبة للجزء دوت احنا بنبتدي نظبطه من خلال حاجتين. اول حاجة ودي الطريقة الاسهل اللي انا ببتدي بأداة الايديت باترن، اضغط على الخط بتاع الكولا من فوق، كليك شمال، وابتدي اروح عند قائمة البروبرت اديتور واضغط على الاستيك. بدل ما هي اوف هخليها اون. في الحالة دي ببتدي ان انا بكتب قيمة مثلا زيادة عن 80، هو بيبقى مديني افتراضي 80، ممكن نخليها 86 مثلا وهدوس سبيس، هتلاقوها كده ظبطت بالشكل ده. ده كده الاوبشن الاسهل. الاوبشن التاني اللي انا هبتدي احدد الكولر بتاعتي، وهاجي عند البارتيكل ديستنس اخليها 5 واقول له انتر. بعد كده هاجي على السيميوليت واخليه فيتنج، افضل ضغط كليك شمال واخليه فيتنج. بعد كده هقول له سبيس. تلاحظوا ان شكل الكولر بتاعتي ابتدت تتظبط شوية، بس احنا محتاجين نظبطها اكتر. هبتدي اروح عند الستيم او المكوة، كليك شمال عليها، وهظبط الاعدادات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. اول جزء دوت هنخليه -3. تاني جزء هنخليه السايز هنخليه 29. تالت جزء هنخليه. بعد كده ببتدي ان انا بركز على الجزء دوت بتاع الكولر، وهفضل اضغط كليك شمال واروح كده مرة. بعد كده من الشمال لليمين او من اليمين للشمال مش هتفرق، هروح مرة تانية. لو خدتوا بالكم من الشكل بتاعي بيبتدي يظبط على الجسم. لغاية لما بظبط شكلها بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا الجزء دوت. تعملوا سبسكرايب في القناة، وهستنى متابعتكم بشكل مستمر عشان الفترة الجاية هيكون في محتوى كبير جدا على اليوتيوب وعلى التيك توك. شكرا لكم.